اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. جايلكم فيديو كل البنات بتحبه، فيديو مشتريات حلو جدا. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف احنا جبنا ايه مع بعض. وزي ما احنا عارفين احنا مش بنجيب المشتريات دي كلها مرة واحدة واحدة واحدة، وبنجيب اللي احنا عايزينه، وان شاء الله ربنا يملى بيوتكم كلكم بالخير. اول حاجة جبت الشفشق ده. بصوا خطير، دورق ازاز رهيب قمر. الستايل بتاعه حلو جدا وشكله مش تقليدي، وسعره كان حلو قوي، كان عامل 110. بجد تحفة. شكله عجبني ان هو مش تقليدي، فعشان كده جبته على طول. بعد كده جبت بقى الاطباق القمر دي. الاطباق دي احنا داخل بقى علينا رمضان بخير وسلامة، فبنعمل بقى حلويات وحاجات حلوة كتير. فحبيت اجيب اطباق يكون شكلها مختلف ومش منتشر قوي يعني. فجبت الطبق اللي على شكل نجمة ده، طقم كده 6 اطباق حلوين جدا جدا جدا. وكان سعرهم تقريبا 100 جنيه. بصوا انا هقول لكم الاسعار بالتقريب لان انا مش فاكره الاسعار قوي، لان انا جايباهم بقالي كتير جدا. حبوا بقى معايا القمر دي لان هي خطفت قلبي. حاجة عسل عسل عسل. ده كده طبق جاتو، طبق للكب كيك، طبق لكوكيز، اي حاجة. هو ازاز طبعا، القاعدة والغطا بتاعه يعني شبيه للكاندي جار كده يعني. بس ده شكله حلو قوي. وده كان عامل 75. جبت بقى كمان الكبات دي، تحط فيها بقى مهلبية، رز بلبن، كنافة، الكلام ده كله. هي على شكل بيضة، وكمان تقدري تحطي فيها يعني شوكولاتات، بونبوني، الكلام ده. بصوا هي شكلها عاملة ازاي. حبيت اجيب كل المشتريات تكون مش تقليدية وشكلها جديد كده. هي برضو دي ازاز حلوة قوي قوي. كانت الواحدة عاملة 60 جنيه، انا اشتريت 2. شكلهم حلو ومميز. الحلو بقى ان انتي لما تشتري حاجات تجيبي حاجات مش تقليدية. وهنا بقى جبت المج ده. المج ده ترندي ونازل كتير، اكيد كلكم شفتوه. بصوا المعلقة بتاعته قد ايه كيوت وحلوة قوي. هو ده كده، والغطا بتاعه من البلاستيك وهو ازاز. ده عامل تقريبا 120. شكله جميل جدا. حاولي بقى كده تحوشي شوية بشوية، وكل ما تجمعي مبلغ تروحي بقى تجيبي حاجة تجددي بيها البيت تكون نفسك فيها. هنا بقى جبت اللي هو الركنة بتاعة التويلت. طبعا انتوا عارفين ان انا كان عندي ارفف ازاز واتكسرت كذا مرة، فانا ما حبيتش اكرر الفكرة دي تاني. فلقيت اللي هو الركنة دي حلوة وعملية وفي نفس الوقت سهلة في التنظيف، لان هي بلاستيك. هي بتيجي كده متفككة، ولما بتتجمع بيكون شكلها زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله هنجمعها مع بعض ونشوف شكلها. وبما ان احنا هنعمل تغييرات في البيت، واول حاجة هعمل فيها تغييرات التويلت ان شاء الله، فجبت البوكس ده بتاع الملابس. حلو قوي. هو ده بيكون شكله كده بعد ما بيتجمع. حجمه كبير جدا يا بنات. كان في منه الوان بس انا حبيت اللون الاسود. هو قماشته كده يعني، انا مش عارفه نوع القماشه بالظبط، بس هو ينفع يتغسل طبعا. دي كده الاعواد لما بتركب كده بتفرد البوكس نفسه. طبعا هنبقى نركبه مع بعض. انا عايزه بس اوريكم شكله. هو القاعده بتاعته كده فيها عجل لسهوله الحركه طبعا. هو كبير جدا، شكله شيك قوي. ده كده شكله. انا حبيت شكله لان هو مش تقليدي. مش زي اللي هي البوكسات بتاعت الملابس البلاستيك وكده. وده كان عامل 450 جنيه. والركنة بتاعت التويلت تقريبا برضو كانت عاملة 450. جبت هنا كده اللي هي الدفاية دي، جبتها لغرفة النوم بتاعتي انا. حلوة قوي وناعمة جدا، ولونها كمان هادي قوي قوي. انا بميل للالوان السادة الهادية. ودي كانت عاملة 300. حلوة جدا وبجد خطيرة. حجمها ما شاء الله اللهم بارك كبيرة جدا. التضليعة اللي فيها دي كمان يعني جديدة عليا، او انا ما عنديش الشكل ده ولا اللون ده.
وجبت كمان عبوة المناديل دي، عجبني ان هي لونها ابيض في اسود، ودي كانت عاملة 65. جبت كمان لمامة الوبر دي، انا ما استخدمتهاش قبل كده، فان شاء الله هنستخدمها مع بعض وهقول لكم رأيي فيها حلوة ولا لأ. دي كانت عاملة تقريبا 25. بتحطيها كده في الغسالة مع الهدوم، وهي بتجمع الوبر في الكيس بتاعها ده. جبت كمان طبق كده للتسالي، هو ازاز متقسم 4 خانات، وفي القاعدة كده يعني زي حاجات بارزة. طبعا مش شرط للتسالي، ممكن بقى تجمعي فيه فطار، جبنة، مش عارف ايه، يعني على حسب استخدامك انتي. ده برضو كان عامل تقريبا 75. جبت بقى الأذكار بتاعة التلاجة، شكلها حلو قوي وعجبتني. دي فيها من الظهر بتاعها كده فيها مغناطيس، دي كانت عاملة تقريبا 40 أو 45. وجبت كمان البساكت دي للتلاجة. طبعا أنا كل المنظمات بتاعة التلاجة بحاول أخلي لونها أبيض، فأنا كنت محتاجة 2. جبت الاتنين دول، الكبير ده كان عامل 40، والصغير ده عامل 35. جبت بقى البرطمانات دي، طبعا تمشي توابل، تمشي اي حاجة، هي الخامة بتاعتها اكليريك، والغطا بتاعها محكم الغلق، وكمان العبوة نفسها حجمها كويس جدا. هنشوف احنا هنعمل بيها ايه مع بعض لما نيجي ان شاء الله نرتب المطبخ. انا جبت 5، الواحدة كانت عاملة 45. وجبت الاطباق دي، الطبق متقسم 6 خانات، هو بلاستيك، في منها طبعا الوان كتير جدا، انا عجبني اللون الرمادي ده، وكان الواحد عامل 45. شكلهم حلو جدا، والخامة بتاعتهم يعني البلاستيك بتاعها كويس. جبت بقى الكسترات القمر دي، بصوا الوانهم قد ايه خطيرة. جبت اللي هو الاسود في جولد والابيض في جولد، الاتنين تحفة، حلوين جدا. الكستر الواحد تقريبا كان عامل 40 جنيه. شكلهم عجبني. بقى ممكن تعملي بيهم تنسيقات كتير قوي على السفرة، على ترابيزة ركن، على اي حاجة. شكلهم شيك قوي والوانهم مميزة. جبت كمان هنا الهوك ده، بيتعلق كده على الباب. اللي عجبني فيه ان هو مش هنعمل مسامير ولا اي حاجة، بعلقه على الباب وتعلقي عليه الهدوم. شكله برضو حلو، كان عامل حوالي 65. جبت الشيالة دي، تقطعي بقى بيها مكرونة بشاميل، تقطعي بيها بسبوسة، كنافة، الكلام ده كله، ودي كانت عاملة 65. المقبض بتاعها حلو قوي وخشب ومتين. جبت بقى المبخرة الجميلة القمر دي اللي خطفت قلبي بجد، حلوة قوي. المبخرة دي خشب، مكتوب عليها قل اعوذ برب الفلق، شكلها جميل قوي. دي كانت عاملة 35، في منها قل اعوذ برب الناس، وفي منها اللهم بارك هذا البيت. انا دي عجبتني وشكلها جميل قوي، ولونها جولد كده. جبت كمان الكوسترات دي سيليكون، طبعا على اشكال فاكهة، هم 4 مش 3، 4 اشكال مختلفة، ودي كانت عاملة تقريبا 35 او 40. جبت حبل نور على شكل مشابك، بس ما شاء الله خامة المشبك حلوة قوي وحجمه كويس جدا، ودي كانت عاملة 75. دي طولها تقريبا 3 متر ونص، في الحدود دي يعني. ان شاء الله هنعمل تنسيقات حلوة قوي، وهتشوفوا الحاجات دي واحنا بنفرشها مع بعض. بما ان انا جبت مبخرة، فلازم اجيب البخور. جبت العبوتين دول، الحجر الاسود ده تحفة 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 بجد، وده التانية دي صندل هندي. عبوة البخور الواحدة ب40 جنيه. وجبت كمان اللي هو المقبض بتاع غطا الحلة، كلنا بنعاني من الموضوع ده، ان الغطا المقبض بتاعه يا اما يتكسر يا اما يفك، المسمار بتاعه يبوظ. والموضوع ده حصل عندي 2 من المقابض اتكسروا، فجبت الاتنين دول، وكان المقبض عامل 15 جنيه. جبت بقى كفر كوشن كده حلو قوي، مرسوم عليه ولد وماسك فانوس ومكتوب عليه رمضان كريم، ده كان عامل 45. وجبت كمان كوشن اسود عليه خيامية،
الخامة بتاعته عاملة زي الكتان كده، حلو قوي. ده كان عامل تقريبا 55. وكمان جبت الكوسترات الخشب دي بتاعة الكوبايات، عليها اشكال بقى، الليلة الكبيرة وفنانيس وبكار وبوجي وطمطم. شكلهم حلو قوي. الاربعة كده بيجوا مع بعض، الاربعة ب40 جنيه. شكلهم شيك قوي قوي قوي، والخامة بتاعتهم خشب. وجبت كمان الأغطية السيليكون دي، طبعا بتغطي بيها الكوباية. انا عندي حوالي 2 او 3، فكنت محتاجة ازود عليهم تاني، فجبت 2 كمان. هي كده وليها مقبض برضو شكله شيك قوي. انا جبت الشكلين دول. لو عندك كوباية مش ليها غطا او كده، انا عندي الولاد بيحطوا جنبيهم كوبايات فيها مية، فبيحبوا يغطوها يعني تحسبا كده ان مفيش اي حاجة تقع جوه الكوباية. فالاغطية دي هي سيليكون طبعا، سهلة في التنظيف جدا. زي ما انتم شايفين اشكالها والوانها قمر. اللي هو الغطا الواحد كان عامل 20 جنيه. بصوا شكلهم جميل ازاي. طيب يلا بينا، بما ان احنا هنروق على التلاجة، جبت كمان مفارش تلاجة، ومرضتش اجيب المفارش التقليدية اللي هي البلاستيك. دي شوية عاملة زي مش عارفة قماش بقى ولا خامتها ايه، بس حلوة قوي. الباكت ده عامل 35، في 4 مفارش. وجبت كفر لعلبة المناديل، جبته فرو ولونه ابيض زي ما انتم شايفين. دي الشبكة كده اللي بتدخل في علبة المناديل. انا هوريكم يعني الفكرة بتكون عاملة ازاي، وان شاء الله لما نيجي نفرش مع بعض هركبها معاكم. بتكون كده عبوة المناديل، وانتي بتركبي دي عليها فبتغطي شكل علبة المناديل وبيبان الفرو بس. شكلها حلو قوي ومختلفة. الكفر ده كان عامل 45. جبت كمان الممسحة دي، كنت محتاجاها جدا وكنت بدور عليها، لاني اوقات كتير ببقى عايزة المع الظرف بتاعة المطبخ من بره، ببقى عايزة المع السيراميك، عايزة المع الازاز بتاع الشبابيك. فدي حجمها حلو، خفيفة قوي، ودي كانت عاملة 75. في منها طبعا الوان كتير قوي، هي مثلثة كده، وسهل الفك والغسيل بتاعها. بتفكي الاساتك دي وبتغسليها وترجعي تركبيها تاني. الايد بتاعتها من الستانلس ستيل، وطبعا بتطول وتقصر على حسب الاحتياج. وجبت كمان المغناطيسات دي للتلاجة، ده كده على شكل بيتزا، وهنا بيض وسوسيس، وهنا على شكل تارت. وجبت كمان على شكل كده معلقة وشوكة. اشكالهم حلوة قوي. المعلقة والشوكة الاتنين مع بعض ب25، والحاجات الباقية اي قطعة ب10. جبت كمان الممسحة دي بتاعة الارضيات، دي كانت عاملة 125. هي بتيجي طبعا متفككة كده واحنا بنجمعها. الفرشة السنون بتاعتها في سنون طويلة وسنون صغيرة عشان تدخل في أضيق الأماكن، والناحية التانية فيها زي سكوتش كده أو ممسحة. بتجمعوها بقى بمنتهى السهولة. واليد بتاعتها برضو من الستانلس ستيل. بس كده هي بتكون حلوة قوي بقى، بتوصل للأماكن اللي ايدك مش بتعرف توصل لها، في السيراميك بقى، وتحت البوتاجاز، في المطبخ، في التويلت، في أي مكان. يعني أنا ركبتها كده بشكل عشوائي عشان أوريكم الفكرة بتاعتها. وزي ما انتم شايفين الايد بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك، يعني مش قصيرة، حلوة جدا. وبصوا بتتحرك معاكي علشان توصل لأضيق الأماكن زي ما قلتلك. ودي كانت عاملة 125. جبت بقى الرول ده بتاع الأكل، ده وزنه كيلو كامل، وده كان عامل 75. وجبت الفرشة دي بقى لأن الفرشة بتاعة الحوض بتاع المطبخ باظت، فجبت دي كانت عاملة 30. وجبت دي كمان تنضفي بيها السفرة، تنضفي بيها الدواليب، الأدراج، أي حاجة. دي كانت عاملة 35 برضو. أنا بحب الحاجات اللي هي اللي عاملة زي الشرشوبة الصغننة دي. جبت كمان البرواز ده للليفينج، شكله شيك قوي، قمر قمر قمر، وهادي كده وسيمبل، ده كان عامل 90. وجبت الزرعة الصغنونة دي، شكلها برضو مختلف عن الزرع التقليدي.
ودي كانت عاملة 35. شكلها حلو كده ومختلفة. وجبت الهوك ده بتاع المفاتيح، شكله رقيق، هو خشب وفي حبل كده يتعلق منه، فيه 3 هوك، وده كان عامل 40. وجبت كمان شمعة للفلتر. انا تقريبا كل ما بنزل والاقي شمعة للفلتر لازم اجيب شمعة يعني. الشمعة دي كانت عاملة تقريبا 20 جنيه. ان شاء الله هنغير شمعة الفلتر مع بعض. وجبت كمان الديسبنسر ده للشاور، شكله حلو قوي وقمر كده ولونه اسود ومكتوب عليه بالابيض، والمضخة بتاعته حلوة. ودي كانت عاملة 35. وجبت كمان الفرشة السيليكون للتويلت، حجمها مناسب قوي، والفرشة بتاعتها زي ما انتم شايفين سيليكون. انا اخترت اللون الابيض في رمادي علشان لون التويلت عندي، تقدري انتي تختاري اللون اللي يناسبك. وهنا كده فيها من تحت فتحات علشان تصفي المية وما تخزنش المية وتعمل روايح مش كويسة. ودي كانت عاملة 50. وتعالوا بقى لاخر حاجة جبتها، جبت الشجرة العملاقة دي للريسبشن. الشجرة دي كانت عاملة 600 جنيه. ان شاء الله لما اركبها معاكم هتشوفوا شكلها. طبعا لحد هنا المشتريات بتاعتنا خلصت. تكتبوا لي بقى ايه اكتر حاجة عجبتكم، وقولوا لي رأيكم في مشترياتي اللي مدمرة حياتي. وبجد من الفيديوهات المحببة الى قلبي واكيد لقلب كل بنوتة فيديوهات المشتريات. استنوني في فيديوهات جاية كتير. اشوفكم على خير، متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. باي باي، مع السلامة.